كيف بتكسب 30,000 دولار بشهر واحد بكندا؟ يا حتكون نصاب يا حتكون حرامي، اكيد هلا مع بعض الاستثناءات، وهيدي ما بدها شهادات. على كتر ما عم نسمع عمليات نصب واحتيال بتحس حالك شو صار معك شهاده دكتوراه بالموضوع. خليني اقول لك قصه تبعيت سدهو وجوال، هاي لحالها بتختصر لك سنتين من دراسه شهاده هيدي تاعت الدكتوراه تبعيت النصب. سدهو وجوال بيستاجروا شقه لاجل مؤقت، هدول بياجروها شهري بميساساغا باونتاريو، وبالحقيقه بنقوا شقه كويسه، ومن اول يوم بيستلموا الشقه ببلشوا ينزلوا اعلانات انه هيدي الشقه للاجار، هي شقة مناسبة جدا وسعرها كتير مغري، وبتبلش يجيهم اتصالات، وسدهو هو اللي بحط رقم تليفونه وبصير بيستقبل التليفونات بصفته مالك الشقة، وكل الناس اللي بتحكي بيأكد لهم انه فيها مستأجرين حيغادروا اخر الشهر لهم سنة، واذا بتحبوا الشقة تشوفوها فيكم تجوا باي وقت. انا حكيت مع المستأجرين اللي عندي تعوا باي وقت شوفوا الشقة. بالحقيقة الناس بتأمن وبتروح على الشقة وبتشوف الشقة، وسدهو اللي بصفته مستأجر عم يستقبل الناس بأكد لهم مشان يأمنهم انه السيد سدهو بده يأجر الشقة على سنة، بس هو عنده شرط دايما بياخد شهرين مقدم. والناس لما بتشوف الشقة وبتعينها وكله تمام بيرجعوا بيتصلوا بسدهو اللي كمان بصفته مالك، وبيتفقوا معه على كل التفاصيل، وبيعملوا له اي ترانسفير لمدة شهرين، وبوقعوا العقود الكترونيا. بيخلص الشهر بيجوا الجماعة ليستلموا الشقة، بيلاقوا الشقة فاضية وما فيها حدا، وبيصيروا يدعسوا يسألوا عن المالك ليوصلوا للمالك. كيفك سيد سدهو؟ قال لهم سدهو مين؟ قالوا له مش انت سدهو اللي استأجرنا منك الشقة؟ قال لهم والله بعرفكم. سدهو مين؟ انا كان عندي مستأجرين شهري وفلوا، وانا تبع بأجر شهري. قالوا له دفعنا شهرين ودفعنا على سنة ودفعنا. طلع الزلمة ما معه خبر. طب الشرطة شو اخبارها؟ قالت لك نحن عندنا معلوماتهم، هن سجلوا اسمائهم المضبوطة لما استأجروا، بس هربوا. هلا هو الموضوع بحير بصراحة، اما بدك تشتغل وتركض وتتعب وتدفع تاكسات وتوقف بطوابير وتركب باصات وتركب ترينات ليمشي حالك شوي وتكون عصامة، يا اما بدك تشتغل بعصابة.